قبل ما ابدا السلسله ديت كنت حابب بس اعرف يعني ايه عن تاريخ الارض اكتر. يعني ايه اللي قبل الانسان؟ طب ايه اللي قبل الانسان؟ اكتشفت ان هو الجن. طب ايه اللي قبل الجن؟ اكتشفت قوم وامه انا ما اعرفش عنها حاجه، اللي هو الحن والبن. ايه بقى الحن والبن دول وهم فين دلوقتي اصلا؟ يعني انا مش شايفهم، حد عارف الحن والبن دول؟ ده بيقول لك من كترهم بقوا 28 امه. طب فين ال 28 امه دول يا جماعه؟ بس انت لو ما تعرفش الموضوع ده سيب الموضوع ده على اخوك، وعايز اسالك السؤال المهم بتاعنا. انت كويس؟ يا رب تكون كويس. ولأول مرة تشوفني معاكم محمود السعيد، ما تنساش تتابعني دايما على كل وسائل التواصل الاجتماعي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نبدأ. هنبدأ بأشكال الحن والبن. أشكال الحن والبن بيقول لك كان وش إنسان، جسم حيوان، جسم حيوان، وش طائر، وش طائر، جسم إنسان. فالأشكال محدش متفق عليها، والأشكال اللي أنا بحطها لك ديت هي اللي الناس كلها كانت بتحطها في الفيديوهات بتاعتها وهي بتتكلم عن الحن والبن، فأنا معرفش شكلهم. قبل وجودهم يا جماعة اكتشاف الجمجمة في أثيوبيا 1994، الجمجمة اللي حيرت العالم، اللي عمرها 4 مليون سنة. متخيل جمجمة 4 مليون سنة؟ واحنا البشريه العلماء بتقول لك 70,000 سنه او 45,000 سنه. وعن طريق تاريخنا الاسلامي اصلا والمؤرخين الاسلاميين والنبي صلى الله عليه وسلم، فتاريخ البشريه كله 7,000 سنه. وهبقى اشرح لك ال 7,000 سنه جت منين في فيديو تاني. فانت متخيل ازاي 4 مليون سنه؟ فالعقل رافض التفكير. فلو فعلا الجمجمه دي ل 40 مليون سنه، فانا بقول لك اهو الحن والبن كانوا موجودين. ده شيء اكيد ان هم كانوا موجودين. هل يا ترى هم مخيرين ومخلوقين للعباده ولا لا؟ هم لا، ما كانوش ولا بيفكروا ولا مخيرين ولا ليهم صله بالعباده. هو خلقهم الله سبحانه وتعالى في الارض ليعمروها او ليسكنوها، ولكن افسدوا وسفكوا الدماء وطغوا. فيهم اقوام كانت بجناحه، اقوام كانت على هيئه طيور وبتاكل بعض، كانوا بياكلوا في بعض حرفيا. عشان السبب ده ارسل الله سبحانه وتعالى لهم الجن عن طريق سمي ابو الجن الذي خلقه الله من النار، وامره هو وذريته ان يبيدوا الحن والبن. وبالفعل ده اللي حصل يا جماعه، وقدر الجن ان يبيدوا الحن والبن. معلومه اسرائيليه بيقول لك في وسط الحن والبن دول هرب قوم الى ما وراء الجبلين. هتقول لي ايه يعني معناه الكلام ده؟ هقول لك ياجوج وماجوج. بيقول لك يقال ان ياجوج وماجوج من الحن والبن، بس ده اسرائيليات لا تصدق ولا تكذب. بس انا حبيت اقولها لك لان دي معلومه المفيد اللي بتتساب في اخر الفيديو. فقدروا التعب ده محترم، وشير الفيديو ده مع اصحابك. واخر حاجه عايز اقولها لك يا محترم، ان احنا الفيديو الجاي هنتكلم عن قوم الجن اللي هو قبل البشريه.